كان عليه الصلاة والسلام يبشر أصحابه بقدوم الشهر، فكان يقول عليه الصلاة والسلام في مطلع رمضان: لقد أظلكم شهر مبارك، لقد أتاكم شهر مبارك، لقد جاءكم شهر مبارك. وهذا كما يقول أهل العلم فيه أصل في جواز التهنئة بقدوم هذا الشهر. وكيف لا يهنأ الإنسان بشهر تفتح فيه أبواب الجنان وتغلق أبواب النيران وتسلسل الشياطين؟ شهر القرآن، شهر الصيام، شهر القيام. لا شك أن هذا الشهر أولى الأشهر والأزمنة التي ينبغي أن يبشر بها الإنسان، والموفق هو الذي يأخذ هذه البشارة ويحسن استقبال هذا الضيف الكريم والقادم العزيز الذي يفتح للإنسان آفاق العمل الصالح ومضاعفة الأعمال والاستكثار من الأجور.